ممكن نضيف ليها كبكبه بسيط برضه. كبكبه بالمناسبة يعني قيمته الغذائية زيه زي الفول، زيه زي الذرة، برضه فيه كربوهيدرات، فيه دهون، فيه طاقة، فيه مغنيسيوم كده. الدخن الفائدة الأساسية فوقه، طبعا في عناصر يعني كثيرة مشتركة مع بعض، لكن الدخن الحاجة اللي بتميزه فوقه فيه كالسيوم. فيه كالسيوم بالنسبة للطيور ممتاز شديد. برضه بنضيف شنو؟ الفول. الفول برضه فيه كربوهيدرات، فيه طاقة، يعني كويس للزغاليل في فترة الشتاء، ممتاز شديد. الفول، الكبكبة، البليلة بصورة عامة، العدسية، دي برضه ممتازات شديد ممكن تضيفون. إذا عندنا نمرة واحد الفترية قلنا 50%، 10% فول، 10% ذرة، 10% قمح، دخن 5% ما نكتره. تاني ممكن أضيف سمسم. ممكن نضيف يعني طبعا الحاجات دي بتختلف، يعني في حاجات ما موجودة هنا. يعني عندنا الغرطم، الغرطم ده ممتاز شديد، فيه كالسيوم، غني بالكالسيوم والحديد ما شاء الله، ممتاز شديد، لكن ما موجود عندنا. ممكن نضيف برضو الحبة بتاعت عباد الشمس، برضو حبة ما شاء الله ممتازة شديد، بتساعد على الهضم، وما شاء الله يعني بتعيد الطاقة الحيوية بتاعتها، وبتخليها عندها يعني رغبة في الأكل، وبتحسن لها الهضم ما شاء الله كثير. في الصيف بنخفف الحاجات دي، نفس الحاجات دي بنقدمها بصورة أخفى مع الفتريتة، يعني بنخلي الكلفة سهلة الهضم. تمام. الحمام يا أخواننا زيه وزينا. هسي الواحد فينا لو أكل كل يوم بليلة 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 بليلة، بعد زمن حيجيه يرغان، حيجيه يرغان، مناعته حتضعف، أي التهاب حيخش فوقه، أي نزلة، أي مرض حيمسكه. ليه؟ بسبب التغذية الضعيفة. الحمام والطيور برضو محتاجات مننا تغذية، تغذية مستمرة متواصلة، قدر ما تديه وقدر ما يديك، قدر ما تبخل عليه قدر ما يبخل عليك. والناس تهتم بالكلفة، تحاول تنوعها، تحاول تشكلها. ويا ريت كمان لو الناس يعني اجتهدت في الكلفة شوية، غسلتها، نظفتها، أو على الأقل تغربيلها يعني من الأتربة، من الأوساخ كده. إضافة صغيرة ممكن تعمل لك ماعون مثلا زي الماعون ده، مثلا فيه 1 كيلو، تضيف عليه معلقة بتاعت كركم في الأسبوع مرة واحدة أو مرتين، تضيفها للكلفة. عشان الكركم دي يتماسك ممكن تديه زي الزيتون، معلقة، تقدمه للطيور في الأسبوع مرة أو مرتين. ده بيديك حماية من مرض الكنكر، ممتاز شديد. لو عملت البرنامج ده في روتينك طوال، مثلا تعمله كل جمعة، نسبة 70 ل 80% من الكنكر ده إن شاء الله ما بيجيك. إن شاء الله ربنا يوفقنا ويوفقكم، ونشوفكم إن شاء الله أبطال، ونشوفكم في الهواية مقدمين. والسلام عليكم ورحمة الله.